السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السينما المصرية مليانة نجوم كتير جدا أثرت فينا وعاشت معانا، وخاصة في جيل الأبيض وأسود. وعشان كده النهاردة هنتكلم عن أفضل 10 ممثلين في سينما الأبيض وأسود. هتقولي طب التقييم ده هيكون بناء على إيه؟ هقول لك بناء على طريقة التمثيل وقيمة الأفلام اللي قدمها كل ممثل، وتأثير الممثل ده في السينما بالنسبة لجيله والأجيال اللي بعد كده. طبعا ده من وجهة نظري اللي ممكن تعجب ناس وما تعجبش ناس. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا. في المركز العاشر نجيب الريحاني، من اهم نجوم المسرح والسينما في الوطن العربي. اسس مع بديع خيري فرقة مسرحية كانت في البداية بتقدم مسرحيات كوميدية عن طريق انها تترجم من اللغة الفرنسية الى اللغة العربية. وتعرف نجيب الريحاني بشخصية كشكش بيه، والحقيقة انه كان صاحب رسالة. يعني اتقال على لسانه عايزين مسرح مصري، مسرح ابن بلد في ريحة الطعمية والملوخية، مش ريحة البطاطس المسلوقة والبفتيك. مسرح نتكلم عليه اللغة اللي يفهمها الفلاح والعامل وراجل الشارع. نجيب الريحاني ما عملش في السينما افلام كتير، يمكن اشهرهم سلامة في خير وسي عمر ولعبة الست وغزل البنات. طب ليه انا اخترته؟ لانه عمل منهج في الكوميديا، الكوميديا السوداء، وعشان كده اتلقب بالضاحك الباكي. وكمان فرش الطريق لكل الاجيال اللي جت بعد كده، زي فؤاد المهندس اللي اتأثر بيه جدا. في المركز التاسع صلاح ذو الفقار، اللي ناس كتير ما تعرفوش ان صلاح ذو الفقار كان ضابط شرطة، وكمان اشتغل في مصلحة السجون، وكان مسجون عنده مين؟ محمد أنور السادات في قضية اغتيال وزير المالية أمين عثمان. فالحياة بتاعت صلاح ذو الفقار كانت صارمة وصعبة بحكم شغله، بس أخوه الكبير المخرج عز الدين ذو الفقار حاول يقنعه بالتمثيل، وعمل فيلم عيون سهرانة قدام شادية. وسبحان الله هو اتجوز أصلا شادية بعد كده، شفت النصيب. وبعد كده عمل فيلم رد قلبي، وكان روحه حلوة قوي في الفيلم، والجمهور كان بيحب يشوف المشاهد بتاعته. ومن بعدها جات له عروض أفلام كتير، فقام مقدم استقالته في وزارة الداخلية. بس عشان صلاح ذو الفقار كان تاريخه مشرف في الشرطة، اترقى لرتبة مقدم قبل ما يطلعوه معاش مبكر تقديرا له. واللي ما يعرفش ان صلاح ذو الفقار كان واحد من الناس اللي اشتركت في معركة الإسماعيلية في 25 يناير سنة 1952 ضد الاحتلال البريطاني. وده اللي بقى بعد كده عيد الشرطة اللي بتحتفل بيه لحد النهارده. صلاح ذو الفقار عمل أكتر من 100 فيلم، وفاز أكتر من مرة بوسام الجمهورية وجائزة الدولة عن الأفلام اللي عملها. وده كان بسبب أفلام زي مراته مدير عام، وأغلى من حياتي، وكرامة زوجتي، والأيدي الناعمة. في المركز الثامن زكي رستم. زكي رستم معروف عنه إنه كان بيتقمص وبيندمج في الدور لدرجة تخليك تشك هو أنت بتمثل ولا بتتكلم بجد. وشهرته وصلت للعالمية، يعني مجلة لايف الأمريكية صنفته إنه من أعظم الممثلين في الشرق الأوسط. زكي رستم ما كانش فارق معاه إنه يعمل أدوار البطولة المطلقة، وكان غالبا بيعمل الدور الثاني، بس كان بيعمل الدور الثاني بعبقرية بتخلي المشاهد يقتنع بكل أدواره، سواء كانت الشخصيات بقى شريرة أو طيبة. يعني يقنعك وهو بيجسد دور الأب الطيب في فيلم أنا وبناتي، أو الجد في فيلم ياسمين، أو الباشا الأرستقراط الصارم في فيلم صراع في الوادي، أو الزوج المتسلط في نهر الحب، أو المعلم في رصيف نمرة 5، وزعيم العصابة في ملاك وشيطان. كان بيركز في كل التفاصيل، وبيختار ملابس شخصيته بنفسه، ومجرد المخرج ما يقول أكشن بيعيش الشخصية اللي بيعملها بكل مشاعره. وعشان كده اختارته مجلة باري ماتش الفرنسية واحد من أفضل 10 ممثلين في العالم. في المركز السابع عماد حمدي. أول فيلم لعماد حمدي هو فيلم السوق السوداء سنة 1945، وعمل دور في الفيلم ده مهم جدا. بس تعرفوا بقى اتعلم على ايد مين؟ ومن غير الفنان عبد الوارث عصر. ومن بعدها بقى اتعرف بأدواره الرومانسية في الخمسينات، وبالذات مع فاتن حمامة، لحد ما اتلقب بفتى الشاشة الأول. بس بعد كده في الستينات اتمرد على أدواره الرومانسية بحكم سنه برضه اللي كان عدى 50 سنة، فبدأ بقى يعمل لنا أفلام زي الخطايا وأم العروسة وصرصرة فوق النيل، لحد ما نوصل لآخر فيلم
وهو فيلم سواق الأتوبيس. تعرفوا بقى إن عماد حمدي كان له أخ توأم اسمه عبد الرحمن، وكمان مثل قبله وظهر في فيلم عايدة مع أم كلثوم. حد بقى يقدر يقول لنا مين في الصورة دي عماد حمدي؟ في المركز السادس أحمد مظهر. أحمد مظهر اتخرج من الكلية الحربية مع جمال عبد الناصر وأنور السادات سنة 1938، واتدرج في المناصب لحد ما وصل لقائد مدرسة الفروسية. عشان كده لما احتاجوا حد يعمل دور فارس في فيلم ظهور الإسلام كان طبيعي يعرضوا الدور عليه، ووافق إن هو يعمله. أحمد مظهر استقال من الجيش سنة 1956 وكان طالع برتبة عقيد، وبعدها ترشح على طول لفيلم رد قلبي. بس تعرفوا مين بقى اللي رشحه للدور؟ ضابط اتخرج من الكلية الحربية برضه، وهو اللي كاتب قصة الفيلم بنفسه، وهو الأديب يوسف السباعي. بصوا يا جماعة، فيلم رد قلبي عمل نجاح كبير جدا وقتها، عشان كده كل اللي ظهروا فيه بقوا نجوم بعد كده، ومنهم طبعا أحمد مظهر. في كتير توقعوا إن أحمد مظهر كممثل مش هيقدر يكمل كتير، يمكن عشان يكونوا ظابط ومش دارس تمثيل، بس فاجئ الكل لما عمل بعدها دعاء الكرام، فكله عرف إن هما قدام واحد مش جاي يهزر، ده واحد جاي يعمل تاريخ في السينما بأدوار محدش يعرف يعملها غيره. في المركز الخامس محمود المليجي. المليجي من أشهر الناس اللي اتعرفوا بأدوار الشر في السينما المصرية، وكون مع فريد شوقي ثنائي فني ناجح جدا، وكان بس وجودهم هما الاتنين على بوستر الفيلم ده كان ضمان لنجاح الفيلم بالنسبة لأي منتج. انتم عارفين ان المليجي شارك في كام فيلم؟ تخيلوا الرقم كده معايا، 500 فيلم. 500 فيلم ظهر فيهم محمود المليجي، واعتقد ان ده رقم قياسي، محدش عرف يوصل ولا يعمل الكم ده من الافلام، وكان معظمهم بادوار الشر، لانه كان متمكن جدا في الادوار دي لدرجه ان الممثلين اللي قدامه كانت بتصدق ان هو شرير بجد، وتحس ان هو له هيبه كده، وكان بيسرق الكاميرا من اي ممثل قدامه ايا كان هو مين. بس المليجي اعاد اكتشاف نفسه لما عمل فيلم الارض، اللي هو الشخص الشرير اللي احنا متعودين عليه، عمل دور الفلاح البسيط المغلوب على امره اللي يخليك تصدقه وتتعاطف معاه. في المركز الرابع رشدي أباظة. ابوه مصري وامه ايطاليه، من عيله كبيره جدا في الشرقيه. رشدي أباظة معروف انه اتجوز كتير جدا، وكانت الستات بتحبه، وهو كان دنجوان بصراحه. من اللي اتجوزهم مثلا تحية كاريوكا وسامية جمال وصباح. في قصه بقى كانت معروفه في الوسط الفني وقتها، ان رشدي أباظة والفنانه كاميليا كانوا بيحبوا بعض واتفقوا على الجواز. كاميليا كانت مشهوره بجمالها، وعشان كده حبها برضه الملك فاروق، فبيقال ان الملك فاروق حاول يقتل رشدي أباظة عشان يفوز بحب كاميليا. والموضوع بقى اغرب لان كاميليا ماتت قبل جوازها من رشدي أباظة بشهرين في حادثه طياره، والله اعلم الحقيقه فين، بس دي قصه متداوله. المهم ان رشدي أباظة بدأ في افلام ما بيعملش فيها دور البطوله، زي موعد غرام ولا انام ورد قلبي. بس الفيلم اللي غير تاريخه هو فيلم الرجل الثاني. ده كان نقطة تحول في حياته حرفيا، وكأنه في الفيلم ده تحول من الرجل الثاني إلى الرجل الأول على شباك التذاكر. وبعد الفيلم ده بقى بيعمل أدوار البطولة، وعمل بقى صراع في النيل وملاك وشيطان والزوجة 13 وفي بيتنا رجل وغيرها من الأفلام. رشدي أباظة مات سنة 1980 وهو عنده 53 سنة. في المركز الثالث فريد شوقي، وحش الشاشة، ملك الترسو، من أكتر الناس شعبية ونجومية في جيله وفي تاريخ السينما. وغير إنه ممثل، هو كان بيكتب سيناريو، وكان شاطر جدا على فكرة في الكتابة، وعمل أفلام هو اللي كاتبها لنفسه زي جعلوني مجرما ورصيف نمرة 5 والفتوة وبطل للنهاية. فريد شوقي في بدايته كان بيعمل أدوار شر كتير، بس بعد كده في الخمسينات بدأ يعمل أدوار الخير. ميزة فريد شوقي إن هو كان بيلاقي عليه أدوار كتير، عاوز شر هتلاقي، عاوز أكشن موجود، وفي وسط ده كله كان دمه خفيف جدا، وكمان كان عنده رؤية وبيعرف يختار الأفلام اللي يعملها. يمكن عشان كده لما كبر مثلا في الثمانينات شارك مع الأجيال الجديدة وبقى بيعمل أفلام قدامهم زي عادل إمام وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز ويحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي، لأن في بدايتهم كان صعب يعملوا بطولة لوحدهم،
ما كانش ضمان كافي لنجاح الفيلم، بس لما يكون معاهم حد زي فريد شوقي فده يخلي الفيلم يكون عليه إقبال جماهيري كبير. وكمان كل اللي اشترك معاه في جيل الثمانينات اعترفوا إن هم اتعلموا منه حاجات كتير جدا في التمثيل. عشان كده ما تستغربش لما تعرف إن فريد شوقي عمل أكتر من 400 فيلم وخد أكتر من 90 جايزة على أفلامه دي. في المركز الثاني عمر الشريف، أبوه لبناني وأمه ليها أصول سورية لبنانية. يوم عاشوا في اسكندرية في بداية القرن العشرين. أبوه كان تاجر أخشاب كبير وعمر اشتغل معاه شوية، بس كان شغفه ناحية التمثيل أكتر. عمر الشريف كان معاه في مدرسة فيكتوريا كوليدج المخرج يوسف شاهين، فعشان كده لما كان بيخرج فيلم صراع في الوادي كان بيدوروا على وجه جديد قدام فاتن حمامة، لأن خلاص حد مثلا زي شكري سرحان عملت معاه أفلام زي ابن النيل وبعدها موعد مع الحياة، فكانوا محتاجين وجه جديد في فيلم بقيمة صراع في الوادي. فعلى طول يوسف شاهين راح كلم صاحبه عمر الشريف ورشحه للدور، وعمل دور البطولة قدام فاتن حمامة. وكانت أحداث الفيلم إن عمر الشريف وفاتن حمامة بيحبوا بعض، وكمان حبوا بعض فعلا في الحقيقة. فعمر الشريف أشهر إسلامه واتجوز فاتن حمامة بعد الفيلم، وعملوا ثنائي من أشهر الثنائيات في السينما، واشتركوا في أفلام زي أيامنا الحلوة وصراع في المينا وسيدة القصر ونهر الحب. وبعد كده سنة 1962 اتجه عمر الشريف للعالمية وبدأ بفيلم لورانس العربي. بس أهم أفلامه العالمية كان فيلم دكتور جيفال اللي اتصنف إن هو من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما. والفيلم ده من بين أكتر 10 أفلام تحقيقا للأرباح لحد النهاردة، مع مراعاة طبعا فرق التضخم وسعر التذكرة. وكمان عمر الشريف خد جايزة الجولدن جلوب عن دوره في الفيلم. في المركز الأول شكري سرحان. نجومية شكري سرحان ما كانتش زي عمر الشريف وفريد شوقي ورشدي أباظة، بس في الحقيقة هو كان ذكي جدا وشاطر في التمثيل، وكان بيعرف يختار القصة الواقعية اللي فيها رسالة على عكس الأفلام التجارية، وده خلاه يكون له 15 فيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. أفلام زي رد قلبي وشباب امرأة واللص والكلاب، الزوجة الثانية، البوسطجي، إحنا التلامذة، قنديل أم هاشم. وميزة شكري سرحان إنه ما كانش عنده مشكلة يتكتب تاني ولا تالت اسم، وده على الرغم إن هو البطل، وكان أحداث الفيلم كلها بتدور حواليه. يمكن عشان كده عمل أدوار مهمة كتير، والمنتجين كانوا بيحبوا يشتغلوا معاه. فكان الطبيعي في مهرجان القاهرة السينمائي سنة 1996 يختاروا شكري سرحان أفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية. بس يا سيدي، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. وانتوا كمان قولوا لنا رأيكم في التعليقات، هل الممثلين دي تستحق تكون أفضل 10 ممثلين في السينما الأبيض وأسود؟ ولا في ناس كانت تستاهل تكون موجودة مكانها؟ شكرا، ونشوفكم في حلقة جديدة.